شلون تاخذ درجة النجاح في مادة الرياضيات إذا أنت كنت طالب ثالث متوسط؟ وهاي درجة النجاح تكون من 60 إلى 80 درجة، فخلينا نتعرف على التفاصيل كاملة إن شاء الله. يا حبيبي يا طالب الثالث متوسط، إذا تريد تنجح أنت بمادة الرياضيات فعليك بذن الشغلات اللي راح أذكرهن لك. أول شغلة تسويها تضبط لي أول 3 أفصل عندك، الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث، فقط ذن تضبطهن وتترك باقي الفصول كاملة. يعني اترك الفصل الرابع والخامس الى اخره، تتركن كلهن وتضبط لي بس اول 3 فصول، تضبطهن يا اما اذا انت تعرف تقراهن وضابطهن بشكل كامل فمبروك عليك النجاح، واذا ما ضابطهن فهسه تروح تبحث عن موضوع اللي ما فاهمه او تدرس عليه مدرس خصوصي، هاي بكيفك انت. اريدك تضبط لي اول 3 فصول لان درجتهن بيهن. زين انا اذا ضبطت اول 3 فصول هل انه راح انجح؟ نعم راح تنجح وتكون درجتك من 60 الى 80 درجه، واكيد هذا يتبع جهدك وقرايتك وتركيزك. زين استاذ اني مثلا انه خاف يجيني سؤال ما اعرف عن الافصل هذه او سؤال ما واضح عندي، شلون بهاي الحاله خاف ارسب؟ فعليك انت تقرا الفصل السادس عليه 20 درجه وفصل كلش سهل. اقرا الفصل السادس وياك وراح تاخذ درجه 80 على الاقل ان شاء الله.